بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في أكلة ووصفة سهلة. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة الجمال والعظمة اللي انتوا شايفينها دي من كيلو لبن جيت أغليه قطع معايا، وطبعا لو جيت أعمله جبنة مش هيجمع معايا خرطة واحدة. فالحل إيه لما اللبن نيجي نغليه ويقطع مننا؟ تعالوا أقول لكم هنعمل بيه إيه. أكيد مش هنرميه طبعا، هنعمل منه حاجة بنشتريها غالية، بنشتري منها الطبق بالشيء الفلاني، كمان بيطلع مش حلو وبيطلع طعمه ممرر. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. معايا هنا كيلو من اللبن، طبعا وانا بغليه قطع معايا. طبعا الموضوع ده بيحصل معانا كلنا. قطع دي معناها ان هو بقى رايب او عمل جبنة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ممكن تحوليه لزبادي، بس برضو مش هيبقى زبادي تقيل، هيبقى زبادي خفيف خالص. كمان ممكن تركنيه وتعملي بيه معجنات، بيبقى جميل جدا. بس احنا النهاردة هنحوله لأحلى شوية مش جاهزين. كلنا طبعا بنشتري المش الجاهز بالشيء الفلاني، طبق قد كده بتجيبيه بتلاقيه طعمه مش حلو وبتلاقيه كمان ممرر. معايا هنا كيلو اللبن اللي راب، سبته لما برد خالص. بعد كده جبت حوالي نص كيلو من الجبنة، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الملح، وحوالي 3-4 فصوص من الثوم. اللي مش حابب الثوم يشيله مفيش مشكلة، بس بصراحة جربوه بالطريقة دي بيدي المش ريحة تحفة، بجد ريحته بتبقى خطيرة. ومعنا بقى شوية قرون من الفلفل الأحمر اللي هو الشطة. طبعا كمية الفلفل دي ترجع لك انت، ممكن لو مش بتحبي الفلفل الحراق تحطوا فلفل بارد عادي اللي هو الرومي الأحمر، بس طبعا أي مش جاهز بنشتريه بنلاقي فيه الفلفل المولع ده. بعد كده هتجيبي الكبة أو مفرمة وهتحطي فيها بقى الثوم والملح والكمون والشطة. انا هنا هحطهم في المطحنة الصغيرة اللي هي بتاعة الفلفل الاسود، علشان انا عايزاهم يبقوا ناعمين قوي. بعد كده هنقطع بقى قرون الفلفل اي تقطيع عشوائي كده بسرعة، وهنحطه في الكبة وهنفرم كله مع بعض. خلاص كده انا خلصت، بس هشيل 3-4 قرون صغيرين كده على جنب عشان هحتاجهم بعدين. بعد كده هضيف عليهم بقى قد معلقتين كبار كده من الزيت، كمان هحط عليهم 3-4 معالق برضو من اللبن الرايب. احنا بنعمل كده علشان خاطر يبقى فيه مادة سايلة تخلي الفلفل ده يبقى ناعم معانا قوي. احنا عايزينه ينعم قوي علشان يدي لون احمر كمان حلو كده. كمان معلقتين الزيت هيدوله طعم ولمعان حلو. هنجيب بقى اللبن بتاعنا في الوقت ده وهنضيف عليه الجبن. طبعا لو لقيتي المش خفيف هتزوديه جبنة تاني، انت بقى تعمليه حسب القوام المناسب معاكي. لو مفيش جبنة اللي هي جبنة العلب دي تقدري تستبدليها بجبنة قريش، بتبقى تحفة جدا وبتبقى احلى كمان. بعد كده هجيب الفلفل والثوم اللي فرمتهم ناعم زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبهم بقى على اللبن والجبنة. هنزل بقى كل اللي فيها. مش عايزه اقول لكم يعني الريحه تحفه بجد، فصين الثوم دول بيخلوا الريحه تجنن. وقبل ما تحكموا على اي حاجه لازم تجربوها الاول. خلاص كده انا قلبتهم مع بعض كويس قوي. بعد كده هاخدهم بقى في شرشق الخلاط وهنضربهم كويس قوي لحد لما يبقوا ناعمين خالص. وده بقى القوام اللي انا حباه. وزي ما بقول لكم لو حابين القوام يبقى اتقل من كده ممكن تزودوا جبنة علب او جبنة قريش، بس انا القوام ده بالنسبة لي تمام قوي، لانه كمان هيتقل لما بيتركن بيتقل شوية. اهو زي ما انتوا شايفين كده شكله بجد وريحته تحفة، وكل ما هتزودي في الفلفل الاحمر هيبقى اجمل واجمل. بعد كده هجيب بقى طبق وهحط فيه شوية علشان يبقى جاهز على الاكل. طبعا المش اللي فاضل ده تقدري تعبيه بقى في علبة وهتحطيه في التلاجة، او هتعبيه في برطمانات وهتحطيه في التلاجة، مش هيجراله اي حاجة خالص. وقت ما تحبي تستعمليه هتفتحي البرطمان او العلبة وهتاخدي منها على طول. بعد كده هحط بقى على وشه شوية من الزيت. طبعا انت تقدري تقطعي فلفل تعمليه حلقات وتغطسيه في قلب المش، وممكن تخرطيه مكعبات صغيرة برضو وتحطيه مع المش وتركنيه بقى في البرطمان او في العلبة، هيبقى تحفة جدا. طبعا انا خدت شوية صغيرة كده وقطعتهم علشان ازين بهم الشكل قدامكم،
وبعد كده هبقى اغطسهم بقى، وهجيب كمان شوية وهغطسهم في قلب المش. بصراحة بيبقى طعمهم تحفة. هحط بقى قطع الفلفل الاحمر كده على الوش، وهجيب قرن سليم كده وهحطه في النص، شكله بيبقى حلو قوي. ممكن نجيب 3-4 قرون كده ونشقهم ونسقطهم فيه. عندي ورقتين من النعناع هحطهم برضو كمنظر حلو كده. وهتاكلوا صدقوني احلى واجمل مش هتاكلوه. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها، وبألف هنا وشفا.